يوم وفاة أي شخص فينا هيعدي أبسط بكتير من يوم فرحه اللي بيقعد يحضر له من قبلها بسنة على الأقل. جسمنا اللي احنا بنخاف عليه دلوقتي من الهوا هيترمي في التراب ويدوب زي أي قميص قديم عندنا ما بقيناش نلبسه تاني. والناس اللي حوالينا دي كلها هتنسانا، هتسقطنا من حساباتها. سلام عليكم. في حياتي كلها سمعت كلام كتير قوي، سمعت عدد من الجمل لا يمكن حصره، لكن أصدق جملة سمعتها في حياتي كلها هي جملة البقاء لله اللي بنقولها لبعض في المياتم دي واحنا بنشرب فنجان القهوة سادة. صحيح، هو احنا ليه بنشرب قهوة سادة في العزاء؟ ليه مش مانو مثلا بن محوج؟ ما علينا، نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. جملة البقاء لله هي جملة من كلمتين بيمثلوا الحقيقة المطلقة في عالم ما فيهوش أي شيء مؤكد. البقاء هو الغريزة الأم، وكل الغرايز التانية بتتفرع منها. بنجوع علشان ناكل، فلما ناكل نعيش. بناكل عشان نعيش، واخد بالك؟ مش بنعيش عشان ناكل. بنعطش عشان نشرب فنعيش. بنخاف عشان لما نخاف نهرب من المخاطر، ما نروحش مثلا نرمي نفسنا في النار أو من فوق قمة عالية. بنعمل كده عشان نعيش. حتى غريزة التقزز ثبت علميا إن الإنسان الأول كان بيقرف من أي شيء مش مألوف، ودي وسيلة حماية ربنا زرعها جواه عشان ما ياكلش سم يقتله. حتى الشعور بالألم بيعرفنا إن في حاجة غلط أو مرض لازم نروح نعالجه. شهوة الراجل للست أو الست للراجل وراها برضه غريزة البقاء، عشان يخلفوا مخلوق يخلد وجودهم في الدنيا ويزعجهم برضه ويهريهم مصاريف وتمارين ودروس. وكل ده على قلبنا بيبقى زي العسل عشان غريزة البقاء. كلنا بنتشعبط في قطر التاريخ، كلنا عايزين الناس تفضل فاكرة أسامينا بعد ما نموت، من أول الفراعنة اللي كانوا بينقشوا على الحجارة لحد الفلاح البسيط اللي بيحلم يخلف طفل يشيل اسمه بعد ما يموت. كلنا بنجري ورا البقاء، بس مفيش حد فينا باقي. هنمشي وهنسيب العالم ده، وبعد فترة طالت أو قصرت هنتنسي، وأثرنا كلها هتتمسح ولا كأننا كنا موجودين. طب تعرف اسمك لحد الجد الكام؟ الرابع؟ السادس؟ العاشر؟ طب جدك العشرين كان اسمه ايه؟ مش مكسوف من نفسك تبقى كبير كده وما تعرفش اسم جدك؟ يا عم بهزر معاك، هو مين فينا يعرف اسم جده العاشر حتى؟ الراجل اللي كان عايش من 1000 سنة وخلف سلسلة ممتدة من البشر لحد حضرتك، تعرف كان اسمه ايه؟ تعرف جنسيته كانت ايه؟ كان عربي ولا هندي ولا قبطي؟ طب تعرف كان شكله ايه؟ كان عايش ازاي؟ كان سعيد في حياته ولا حزين؟ كانت جدتك الكبيرة منكدة عليه ولا كانت جدة فرفوشة؟ مش هتعرف. عموما هو كان زينا بالظبط، كان بيصارع كل ظروف الحياة، بيشتغل، بيتعب، بيحلم. كان عنده مشاكل ومتاعب وقصة طويلة مليانة أحداث كلها اتبخرت، وكان عايز يخلف حد يشيل اسمه ويخلد وجوده في الدنيا، وخلف بالفعل، بس برضه اتنسى كأنه لم يكن. بقى هو والعدم سواء، ملوش أي وجود دلوقتي ولا حد يعرف عنه أي حاجة غير ربه. وأكيد هو فهم دلوقتي إن البقاء اللي عاش طول عمره يجري وراه لله وحده. الفكرة دي كفيلة تخلي الواحد يفهم مدى تفاهة الحياة دي. احنا بنهلك نفسنا عشان شوية كلام فارغ. بنتعب شوية نجري على الدكتور، بنخاف من الكهرباء ومن البحر ومن الطرق السريعة، وبنعمل أي حاجة في الدنيا تبعدنا عن الموت، ولو حتى يوم واحد، ساعة واحدة، ومع ذلك بنموت برضه في الآخر. بنموت بكل سهولة. الموت أبسط وأسهل أحداث حياتنا على الإطلاق، أسهل من تجديد رخصة العربية، وأسهل من مشوار الشهر العقاري. ويوم وفاة أي شخص فينا هيعدي أبسط بكتير من يوم فرحه اللي بيقعد يحضر له من قبلها بسنة على الأقل. جسمنا اللي احنا بنخاف عليه دلوقتي من الهوا هيترمي في التراب ويدوب زي أي قميص قديم عندنا ما بقيناش نلبسه تاني. والناس اللي حوالينا دي كلها هتنسانا، هتسقطنا من حساباتها. وأنا عايش تليفوني بيرن وباب بيتي بيخبط، مراتي بتعمل حسابي في العشاء، أصحابي بيفتكروا عيد ميلادي عشان يهنوني. بعد ما أروح هناك هيتشطب عليا وهتشال من قيمة اهتماماتهم، وسيرتي هتيجي بعد كده كل فترة بالصدفة
يتكلموا عني 5 دقايق وبعدين كل واحد يكمل اللي كان بيعمله. أنا وإنت دلوقتي شايفين نفسنا محور أحداث الكون وده حقنا، بس المفاجأة الغير سعيدة إن يوم وفاتنا هيكون يوم عادي جدا. هيكون في ماتش كورة ناس بتتفرج عليه، فيلم كوميدي ناس تضحك عليه، خناقة في الشارع عشان سواق عربية كارو قافل الشارع ونزل يشتري بطاطا. الحياة هتمشي، أيوة هتمشي بخطوتها العادية جدا، لا هتسرع ولا هتبطأ، ولا الكوكب هيبطل دوران ويقف دقيقة حداد على روح أي حد فينا. خبر وفاة أي إنسان هيبقى مجرد سطر على التايم لاين، الناس هتقراه وهتنزل تعمل لاف أو ها على البوست اللي بعده عادي جدا. الشيء المضحك في الموضوع إننا بنعدي على تاريخ وفاتنا مرة كل سنة من غير ما نعرف. تخيل إن يوم تاريخ ميلادك ويوم تاريخ خطوبتك وتاريخ جوازك ويوم عيد الأم ويوم عيد الحب وتاريخ تعيينك في الشغل، كل دي تواريخ أنت عارفها وحافظها وبتحتفل بيها، وتاريخ وفاتنا بيعدي علينا مرة كل سنة وإحنا بنعمل أي حاجة ومش في دماغنا لأننا أصلاً ما نعرفوش. أنا حاسس إني نكدت عليك شوية صح؟ معلش أنا آسف. أنا مش هقفل الحلقة دي قبل ما أصالحك وأقول لك الجانب الحلو في كل الكلام ده. عارف إيه بقى أحلى حاجة في كل اللي أنا قلته ده؟ إن البقاء لله، لا في حزن هيدوم ولا في تعب هيدوم ولا ظلم ولا خداع ولا أي حاجة وحشة هتدوم. أما الحلو اللي في حياتك دلوقتي مجرد عينات، ما تزعلش إنك هتسيبها لأنك إن شاء الله هتروح للي أحلى منها بكتير. الدنيا يا جماعة فاصل إعلاني قصير هيخلص عشان تبدأ القصة الحقيقية اللي أنا وإنت جينا هنا علشانها. ربنا يدينا ويديكم طولة العمر جميعا يا رب، وكل سنة وإنتم طيبين.